في الفيديو ده هنزين قطع الكونكريت بورق الذهب وورق الفضة، وتكنيك التزيين ده بقى بيكون من أسهل طرق التزيين وأمتعهم في الشغل. الورق بيكون عبارة عن دفتر كامل كده فيه 100 ورقة من ورق الذهب أو الفضة، وبرضه ممكن يتباع في علبة صغيرة كده بيكون فيها شوية من الورق. هنزين بقى الطقمين دول بورق فضة. هنحتاج ورنيش مائي متخفف بمية، وهنحتاج فرشة رفيعة علشان نلزق الورق بيها. هحط الفرشة في الورنيش، بعدها هحدد بالورنيش على الكوستر في المكان اللي أنا هحط فيه الورق. أنا حددت الحرف الفاصل بين اللونين علشان أحط الورق عليه. بنبدأ بقى نتعامل مع الورق بحذر، لأن لما بيجي على مكان بيتلزق عليه بسرعة. أنا باخد بإيدي قطع صغيرة كده منه وبحطها على الورنيش، وممكن ناخد بالفرشة بدل الإيد برضه. بعد ما حطيت الورق همشي عليه بالفرشة عشان يثبت أكتر، ولو في أي زيادة تتشال. وده كده شكل الكوستر بعد ما اتعمل، خلاه شكله مميز جدا. هنعمل كده برضو الفازة، هحط ورنيش على حرف اللون وهبدأ أحط ورق الفضة. وانتوا بقى اللي بتختاروا تحطوا ورق دهب أو ورق فضة، بيكون على حسب لون الطقم اللي انتوا هتزينوه. دي كده الفازة أنا حطيت عليها الورق، وبعدها همشي على الورنيش بالفرشة. وكده الطقم ده خلص. هعمل في الكوستر التاني ده نفس الفكرة. هاحط ورق الفضة على الخط الفاصل بين اللونين، وبعدها همشي عليه بالفرشة. همسك بقى المبخرة برضو وهحدد بالورنيش الجزء اللي هحط عليه الورق. أنا حددت الجزء اللي في النص ده وهحط عليه. وبعد ما أخلص همشي عليه بالفرشة. وبس كده، ده بقى شكلها. شكلهم بقى جميل جدا ومميزين عن الأول. الأطقم دي بقى هنزينها بورق الذهب، وهيكون بنفس الطريقة اللي احنا لزقنا بيها ورق الفضة. أول طقم ده كنا زيناه مع بعض قبل كده بالفينيل. هنزود بقى عليه ورق دهب في الأجناب. هحدد بالورنيش الجزء اللي هحط عليه الورق، وهبدأ أحطه. ممكن نحط قطع كبيرة، وممكن ناخد أجزاء صغيرة ونلزقها. هحدد الجنب التاني وأعمله بنفس الطريقة. اختيار الشكل اللي احنا هنحط بيه الورق بيكون حسب ذوقكم وحسب ما انتم عاوزين. مفيش أشكال معينة بنمشي عليها. وكده الكوستر خلص. هعمل في الفازة الجزء بقى اللي في النص ده. هحدد بالورنيش المستطيل اللي في النص ده وهحط عليه الورق. ممكن نحطه الورق بالطول زي ما أنا عملت، وممكن نحطه بالعرض زي ما عملنا في الفازة اللي بورق الفضة، أو ممكن نحطه بشكل عشوائي على الفازة كلها حسب ما تحبوا اعملوا.
وده كده شكل الفازة بعد ما اتعملت، رقيقة جدًا وشكلها بقى شيك. أنا بقى في المبخرة اللي لونها أسود دي، أنا هاحط عليها ورق الدهب بشكل عشوائي عليها كلها، هابدأ أحط ورنيش بشكل عشوائي كده، وبعدين هالزق عليه الورق. وده كده شكلها الأخير. الكوستر بقى هاحط الورق على الجزء اللي فوق ده الأول، وممكن نكتفي تزيين كده، بس أنا حبيت أحدد الأحرف بتاعته من تحت برضه بورق الدهب. وبس كده خلصنا، ودي كده كانت شكل الأطقم بعد ما خلصت. لو وصلتوا لحد هنا من الفيديو أتمنى تعملوا لايك وشير علشان الفيديو يوصل لناس تانية كتير.